خمس الخلفاء العباسيين هارون الرشيدي، وكان يعني من الناس اللي بيشتهروا بالصدقة والصلاة والحج، يحج عاما ويغزو عاما وهكذا، يحب العلم والعلماء، وكان حريص على تربية أبنائه تربية طبعا صحيحة متميزة. فكان زمان بيجيبوا حاجة اسمها المربين، يكلف مؤدب يؤدب أبنائه ويربيهم على الكتاب والسنة. فسلم ابنه الأمين لواحد من المؤدبين المربين وأوصاه ب7 حاجات. اكتبوا ورايا بقى بمية الذهب الكلام اللي هنقوله. وصايا تعتبر منهج متكامل في تربية الأولاد وخصوصا في سن 7 سنين. أول حاجة قال له أقرئه القرآن. ليه؟ لأن في قراءة القرآن الحفظ وتنمية المدارك، تمام كده، تقوية الذاكرة، يساعده على الاستيعاب، توسيع عضلة المخ والدماغ، استرجاع المعلومة بسهولة وبشكل سريع عشان بيراجع الآيات، يديله قدر من الاتزان النفسي أصلا والانفعالي والاتزان الاجتماعي، بيقوي طبعا لغته العربية وبيقوي ويحسن قدرته على النطق ويرفع مستوى الإبداع والذكاء عنده. ويعرف الطفل اتعامل ازاي، لانه شايف قصص فبيشوف التعامل ازاي، وازاي اتعامل مع الله عز وجل، وازاي اتعامل مع الناس، ازاي اتعامل مع نفسي وما سمعمل فيها ايه، يعرف حقيقة الدنيا واهمية الاخرة. الوصية رقم 2 اللي قالها هارون الرشيدي ان يعرفه الاخبار. المقصود بالاخبار ايه؟ التاريخ، الامم، تاريخ الامم والشعوب وهكذا. بيتعلم ان الدنيا دول دوارة وتلك الايام نداولها. التاريخ بيكرر نفسه، التاريخ ما بيكذبش، ما بينساش، ما بيرحمش. وان الطفل لما يعرف التاريخ مهم جدا جدا في يبني شخصيته، زي يتعرف على الاشخاص العلماء العظماء الحكماء المشاهير المبدعين، يتعرف مين اللي كان فاسد، مين الظالمين، اصناف الناس ايه، الحياة عملت فيهم ايه. ده اللي نعرفه. رقم 3 وصاه قال له أن يرويه الأشعار. ليه؟ عشان الطفل ما بيتعلم القرآن وبعدين تقوي اللغة عنده، يبقى عنده حسن تعبير، عنده كتير من المفردات اللغة العربية، أفكاره بتبقى كتير. يتعلم الأدب. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان بيقول علموا أولادكم الشعر فإنه يعلمهم مكارم الأخلاق. وكان معاوية ابن أبي سفيان كان يقول يجب على الرجل تأديب ولده بالشعر، وده أعلى مراتب الإيه؟ الأدب. رابع وصية وصاها هارون الرشيدي للمربي المؤدب ابنه، علمه السنن، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ كل ما الطفل يعرف صفات النبي عليه الصلاة والسلام، أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بيحب إيه، كان ينشأ على محبة النبي على قدر معرفته بيه، ينشأ على معرفة السنن وقلبه يرق وعقله يبقى فيه حكمة ويقوى إيمانه. ليه؟ لأنه فاهم النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول يصلوا عليه. خامس حاجة وصاها قال له اضبط نفسه، علمه ضبط النفس وحسن الحديث. قال ايه بقى؟ بصره بمواقع الكلام وبرئه وامنعه من الضحك الا في اوقاته، يعني ما يبقاش هايف، يعني ما يبقاش كده. ده يسمى علم السلوك والادب في الاتيكيت والكلام، امتى اتكلم، امتى اسكت، يتكلم، يختار الوقت والمكان الصحيح، الزمن الصحيح للامر ده، ازاي اعبر عن مشاعري وقت الفرح بايه، وايه الافوره في الامر وايه الامر المتزن فيه، ويختار الوقت الصحيح للكلام ده. حتى مع الاشخاص امتى اتكلم معاهم، امتى احسن اختيار الكلمات، ايه اللفظ اللي اقوله اللي ينفع مع الشخصيه دي وما ينفعش مع الشخصيه دي، وعلى حسب كل شخص ومكانته الاجتماعيه. نظرتي لنفسي تبقى عامله ازاي، اللي بنسميه النهارده حاجه اسمها التواصل الصحيح او الذكاء الاجتماعي في العلاقات الاجتماعيه. سادس وصيه وصاها قال ولا تمرن بك ساعه، اوعى تعدي من عنده ساعه الا ويتعلم فيها هو مغتنم لفائده مفيده هو بتفيده. المقصود ايه؟ القيمه التربويه اللي بتعلمها الطفل هنا استغلال الوقت فيما ينفع ويفيد الطفل. ليه؟ لان العمر محدود والوقت ضيق، فلا يضيع وقته فيما لا ينفعه. هنا هارون الرشيدي بيقول للمؤدب ايه؟ انه يتدخل في تفاصيل حياته، ويتدخل في تفاصيل يوم ابنه، ويوجهه باستغلال كل ساعة بالواجب الخاص بيه. فالعبادة لها وقت، وللعلم له وقت، العلاقات الاجتماعية لها وقت، الصحة له وقت، الترفيه واللعب له وقت، وقت للطعام للنوم، فيعطي كل ذي حق حقه. فيتعلم الابن ايه؟ النظام رقم 1 والإنجاز. الوصية السابعة قال له ولا تمعن في مسامح، اوعى تسامحه عشان ما يستحلش الفراغ ويستحليه ويأنب بقى عادي ويبقى كسلان. لا، اجمع ما بين الشدة واللين والحزم معاه في تربية الابن عشان ما يتسهلش الولد ولا يستحلي الايه، ولا يستحلي الفراغ، فما يكونش ايه يعني كسلان، لا يبقى ابن صالح منجز، ما يكونش كسول مهمل. كل ده محتاج من المربي فقه
وعلم ازاي في التعلم، وده اللي احنا بنعالجه في السلسله بتاعتنا.